حبايبي الحلوين، ضلمة ولا نور؟ هحكي أنا وأقول لكم حدوتة المغرور. من قبل ما أقول أسأل، تعرفوا المغرور؟ يمكن ما تعرفوش. المغرور هو اللي يمشي يدور ويقول مفيش في الدنيا حد أحسن مني، اتهدي يا أرض اتهدي، أحسن أنا ماشي. هو ده المغرور. في حد فيكم كده؟ لا مفيش، كلكم حلوين. بس الحواديت الحدوتة فيها كتير. كان فيها أمير كان يمشي ما يكلمش حد، ولو اتكلم أهو بس يقول اتهدي يا أرض اتهدي، مفيش في الدنيا دي قدي، أنا أحسن من كل الناس. أمير ومغرور. يمشي يقابل بنت الوزير، والأمير يضرب رجليه في الأرض ويقول صباح الخير يا بنت الوزير، عندك الحرير شوية لكن أنا عندي الحرير كتير. بنت الوزير تسمع كده تتغاظ وتزعل وتدبدب وتعيط، تنزل دموعها من عينيها وتنط تجري تهرب بعيد. يفرح قوي الأمير المغرور، يضحك ويقول خليت بنت الوزير تزعل، أنا جبت دموع بنت الوزير. فرحان قوي. ويمشي الأمير يمشي يقول زي ما بيقول اتهدي يا أرض اتهدي، مفيش في الدنيا دي قدي، أنا أحسن من كل الناس. يمشي يقابل بنت الشهبندر، والأمير يضرب رجليه في الأرض ويقول صباح الخير يا بنت الشهبندر، أسر أبوك كبير لكن أسر أبويا أكبر. بنت الشهبندر تسمع كده تتغاظ وتزعل وتدبدب وتعيط وتنزل دموعها من عينيها وتنط تجري تهرب بعيد. يفرح قوي الأمير المغرور، يضحك ويقول وخليت بنت الوزير تزعل وخليت بنت الشهبندر تزعل، أنا جبت دموع بنت الشهبندر وجبت دموع بنت الوزير. فرحان قوي الأمير. ويمشي تاني يمشي ويمشي، وكل ما يمشي يقول زي ما بيقول اتهدي يا أرض اتهدي، مفيش في الدنيا دي قدي، أنا أحسن من كل الناس. يمشي يقابل بنت التاجر، يقابل بنت السقة، يقابل بنت النجار، يقابل بنت الحداد، ويقول لهم زي ما بيقول. بنت التاجر تعيط وبنت السقة تعيط وبنت النجار تعيط وبنت الحداد تعيط. والمغرور يفرح ويقول ويمشي ويقول زي ما بيقول اتهدي يا أرض اتهدي، مفيش في الدنيا دي قدي، أنا أحسن من كل الناس. يا ترى يقابل مين؟ يمشي يقابل بنت الحطاب. الأمير يضرب رجليه في الأرض ويقول صباح الخير يا بنت الحطاب، الجزمة في رجلي قطيفة وانتي في رجلك قبقاب. بنت الحطاب تعيط بقى، تتغاظ بقى، تزعل بقى، تنط بقى، تهرب بقى. تصدقوا أبدا بنت الحطاب ولا تتغاظ ولا تزعل ولا تعيط، لكن تقف تضحك وتقول وإيه يعني، ما الفار دخل بق الأسد وطلع صاحي. إيه؟ الأمير يسمع ويستغرب. إيه ده بقى؟ شوفي يا شاطرة، اسمعي بقولك صباح الخير يا بنت الحطاب، الجزمة في رجلي قطيفة وانتي في رجلك قبقاب. بنت الحطاب تضحك تاني وتقول تاني وايه يعني، ما الفار دخل في بق الاسد وطلع صاحي. والامير محتار يقول يا بنت الحطاب يا بنت الحطاب، اسر ابويا عالي وانتم عشتكم من غير باب. بنت الحطاب تضحك تاني وتقول تاني وايه يعني، ما الفار دخل في بق الاسد وطلع صاحي. الامير يسمع يحتار ويتغاظ ويدبدب ويصرخ يعني ايه. وبنت الحطاب هي اللي بتضحك وتسيبه وتمشي تقطع الخشب بعيد. الامير ماشي يسأل يعني ايه يا شهبندر؟ عم الشهبندر مش عارف. والامير ماشي يسأل يعني ايه يا وزير؟
عم الوزير مش عارف. الأمير ماشي يسأل يعني ايه يعني ايه يعني ايه يا عجوز؟ عم العجوز يضحك ويقول أصل الأسد كل ما يمشي كان يمشي يقول اتهدي يا أرض اتهدي، مفيش في الدنيا دي قدي. وفي يوم من ذات الأيام يا أمير كان الأسد بيتغدى، وقفت في بقه عضماي. يا خبر الأسد هيموت. الفار على طول ينط يدخل بق الأسد يقرقد العضماية ويطلع الفار الصغير من بق الأسد صاحي. الفار الصغير هو اللي قرقد العضماية من بق الأسد. الفار الصغير هو اللي خلى الأسد يعيش. واما الأسد كان يمشي يقول اتهدي يا أرض اتهدي، كانت الناس تضحك عليه، تضحك وتقول قدك ايه بقى يا أسد، ده الفار دخل بقك وطلع صاحي. الأمير يسمع والأمير ينكسف والأمير يسكت والأمير يتعلم. الأمير خلاص ما بقاش يمشي ولا يدبدب، ما بقاش يمشي ولا يقول، بقى الأمير طيب خلاص خلاص، ما بقاش الأمير مغرور.